من الاكلات بجد اللي بتفتح النفس، مش عايزه اقولك طعمه خطير، مش محتاج جنبه غير شويه بطاطس محمرين وكام رغيف وبصلتين خضر كده وعيشي حياتك. النهارده هنعمله مع بعض بطريقه مظبوطه، والملح كمان مظبوط، وكمان مش هياخد معاكي وقت، هو اسبوع بس وهتاكلي احلى شويه سردين مملحين طعمهم مظبوطين والملح بتاعه مظبوط، شكله يفتح النفس وطعمه كان خطير. عايزه اقولك لو اول مره هتجربي السردين المملح هينجح معاكي. حطي لايك للفيديو واعملي شير، ويلا نبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدا ونسمي الله. اول حاجه وانا بشتري السردين، انا هشتري السردين البلدي الطازه، مش هشتري المتلج. ده نعرفه ازاي؟ لما تكون السردينيه بتاعتك كده عينيها بتلمع، وكمان السردينه لونها كده فضي وطازه كده، ريحتها كده تحسي اللي فيها ريحه البحر، تعرفي كده ان السردينه بتاعتك طازه مش متلجه. هبدا بقى ان انا اغسلها واسيبها تتصفى لغايه ما تنشف خالص. انا عايزه السردين بتاعي ناشف. احنا في الجو اللي احنا فيه ده الجو ساقعه، فمش محتاجين ان احنا نبيته. هنستكفى مثلا ان احنا نسيبه 3 4 ساعات. اول ما تلاقيه كده نشف كويس قوي، ابدأي بقى هاتي البوله بتاعتك وانزلي. انا هنا هعمل كيلو سردين، هبدأ اجهز 4 معالق ملح، كمان بمعلقه كبيره كركم، وممكن تستغني عنها لو مش موجوده عندك، بس هي بتفرق في اللون شويه اكنك السردين بتاعك شاريه من بره. هنزل كمان بمعلقه كبيره شطه. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها. هاتي بقى العلبه اللي انت هتملحي فيها السردين وانزلي بكميه ملح كده من اللي احنا حضرناهم مع بعض، وابدأي رصي السردين بتاعك. اول ما ترصي اول كميه ابدأي برضو غطيه بالملح. كل ما ترصي كميه حاولي تغطيها كويس بالملح، ما تسيبيش حاجه من السردين مش واصل له شويه ملح. اخر حاجه هنزل عليهم بمعلقتين 3 زيت، وممكن تحطي قرن فلفل احمر لو عندك، ما عندكيش مفيش مشكله، مش هيفرق معاكي في حاجه. هقفل بقى العلبه بتاعتي كويس قوي عشان ما يدخلهاش هوا، وهجيب كمان الاسترتش واقفلها من كل الجوانب، قفليها كويس قوي. من اهم حاجه اللي انت تنجحي السردين معاكي اللي انت ما يخش لهوش هوا، وتقفليه كويس قوي. شكله تحفه وكان طعمه خطير وملحه مظبوط. طب هتقولي لي يا امل وقت التسويه بتاعت السردين بتاعنا ده بتاخد وقت قد ايه؟ هقول لك اسبوع، ومش في التلاجة، هنسيبوه على الرخامه. بس اهم حاجه خلال الاسبوع ده كل يوم تحاولي تقلبي العلبه. يلا بقى نشوفه بعد اسبوع. بس عايزه اقول لك السردينيه طالعه لونها تحفه وطعمها خطير والملح بتاعها مظبوط. واهم حاجه ما تسيبيهاش اكتر من اسبوع عشان ما تنشفش معاكي السردين. ممكن تاخدي الكمية اللي انت محتاجاها وتشيليه تاني في التلاجة، او تنضفيه كله تحطيه في علبة بزيت وليمون، وبرده تشيليها في التلاجة تطلعي وقت الاستخدام. طعمه خطير ولونه تحفة. ان شاء الله جربوه ويعجبكم. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.